السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كان المفترض النهاردة هنتكلم عن تكملة 30 زهرة لكل مريض ومبتلى، ولكن مع دخول شهر رجب كل عام وحضراتكم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب العالمين. وربنا يجعل هذه الأشهر الكريمة الطيبة المباركة اجعلها بركة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقلت إن احنا نتكلم النهاردة كلام مرتجل، وانا لحد ما جيت هنا والله يعني مجهز الدرس ان احنا نتكلم عن بقية 30 زهرة، لكن قلت مجرد فقط بعض النصائح المتناثرة اللي نقولها بنوصي بها أنفسنا أولا ثم إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يا رب العالمين ممن يتعاونون على البر والتقوى، اللهم آمين يا رب العالمين. بداية عايزين نمتثل قول المولى عز وجل: ادخلوا في السلم كافة. محتاجين ان احنا ندخل في الإسلام كله، ان احنا ما ننتقيش أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. محتاجين ان احنا نقدم صورة للإسلام الصحيح والمنهج الصحيح الذي عاش عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي عاش عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محتاجين ان احنا تتحقق فينا الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محتاجين فعلا نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. عايز أقول لأي واحد لسه يدب يلتزم أو لسه ناوي يلتزم: ليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق، إن أنت تصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. والأمثلة كثيرة جدا في حياة الصحابة والتابعين وفي حياتنا احنا شخصيا. ياما ناس كثيرة جدا يا جماعة لسه يدوب التزام ألف بالتزام، وربنا أكرمهم بأشياء لا تخطر على قلب بشر. أنتم تعلمون جميعا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى الغزوات، كانت غزوة أحد، وجاء وطلب منه يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ماذا أصنع؟ قال: تدخل وتجاهد. يعني هو مش وقته ان لسه النبي هيعلمه بقى ازاي يصلي وازاي يتوضا وازاي يصوم وازاي يحج وازاي، فقال له: تدخل وتقاتل. فدخل فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة. هذا رجل كان سيدنا أبو هريرة يتندر ما بينه وبين الصحابة، يقول: اذكروا لي رجلا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. هذا هو الرجل، هذا رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. فليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق، ان انت تصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج، ومع ذلك أسلم وعمره 63 سنة. عشان الإنسان ما ييأس، ما يقولش أصل أنا كبرت في السن وأنا لسه هبتدي ألتزم وأنا لسه هبتدي أقرأ قرآن، أنا لسه هصلي، ده العمر كله راح في ما فيش صلاة ولا في عبادة ولا في أي حاجة. ابدأ وأخلص النية لله. قادر ربنا سبحانه وتعالى يحول كل المعاصي اللي ارتكبتها في عمرك كله، لا أقول إن هو يغفرها، بل يحولها إلى حسنات. كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه المنذري بسند جيد: جاء الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، وقال له: يا محمد، كان لسه ما أسلمش، قال له: يا محمد، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فقال له النبي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ بعد طبعا أن ابتسم في وجه الرجل، والبسمة دي أنا بسميها السحر الحلال. فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. والرجل عايز يقول له: يعني يا رسول الله أنت ما تعرفش أنا عملت إيه؟ قال له: وغدراتي وفجراتي. قال له: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر كأنه كان متكبل بسلسلة من الذنوب والآثام والشرك وغير ذلك. فالنبي كأنه فكه من السلسلة ديت بهذه الكلمات، قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا، والنبي يمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فنزل جبريل عليه السلام بآيات تتلى إلى يوم القيامة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فممكن فترة يسيرة جدا جدا تحقق من الإيمان والتوحيد والعبادة والطاعة والعلم والبذل والدعوة والإخلاص يعني ما لا يحققه غيرك. فكم من رجل
طالت آماده وقلت أمداده، وكم من رجل قلت آماده وكثرت أمداده. ياما ناس عاشت كتير وما قدموش حاجة، وياما ناس عاشت فترة قليلة جدا وقدموا الخير الكثير. الإمام النووي اللي هو إمام ملء السمع والبصر، وقدم للإسلام وقدم للدعوة وقدم للدين وقدم للعلم الكثير والكثير. لو قعدت تقرأ كتب الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة لحد بآخر يوم في عمرك مش هتخلصها. ومع ذلك الإمام النووي مات عنده كم سنة؟ 45 سنة. لما تسمع هذا الكلام تتعجب. الإمام النووي في أول سنتين من عمره وهو بيطلب العلم بيقول ما نمت على جنبي سنتين عامين كاملين. تخيلوا حضراتكم، كان بيقعد كده في وسط الكتب ويقعد يقرأ، فإذا غلبه النعاس عايز ينام شوية كان يستند إلى الكتب ساعة ساعتين ويقوم يكمل. ما شاء الله. وياما ناس أفاضل كثيرة جدا نعلمهم في عصرنا هذا يفضل يقرأ وينام والكتاب على صدره، ويقوم بالليل تاني ويقوم يتوضى ويبدأ يقرأ تاني، وبعدين ينام تاني والكتاب على صدره، وهكذا. شوف قد إيه إن الإنسان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم ما يديكش شوية منه إلا لما أنت تديله كل حاجة عندك، وقتك وجهدك ومالك وحياتك وبصرك وسمعك ورجلك وإيديك، وتمشي وتروح وتسعى وتطلب العلم وتبذل الجهد عشان تقدر تحصل. وفي النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. محتاجين جدول نحاسب فيه أنفسنا، محتاجين إن احنا نقف مع نفسنا وقفة محاسبة، لعل وعسى يمكن ربنا يكرمنا لما نقف كلنا نحاسب نفسنا، يمكن ربنا يرفع البلاء اللي احنا عايشينه دوت بفضل الله أولا سبحانه وتعالى، ثم بفضل إخلاص بعض المخلصين. ولا تخلو أمة النبي صلى الله عليه وسلم من المخلصين ومن الصادقين ومن المخبتين ومن المنيبين ومن التائبين ومن الصادقين. الأمة لا تخلو من هذا الصنف بفضل الله، بل لا تخلو أبدا من الناس الذين إذا أقسموا على الله أبر الله قسمهم. وقلت لحضراتكم قبل كده، هل يجوز أن أنا أقسم على الله؟ قلت يجوز وما يجوز. يجوز لو ان انا بأحسن الظن بالله فاقسمت على الله سبحانه وتعالى من باب حسن ظن بالله ان ربنا ان شاء الله هيبر قسم، يجوز هذا. وقد حدث هذا عند البراء بن مالك كما صح الحديث عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. في روايه الترمذي قال منهم البراء بن مالك. والبراء بن مالك الصوره العمليه بقى كانت كما رواه الحاكم بسند صحيح، كان في معركه تستر، والمعركة كانت صعبة جدا والصحابة مش قادرين يفتحوا الموقع دوت. وإذا بالصحابة قالوا للبراء بن مالك سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر، دي رواية الترمذي، كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء؟ قال أجل. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أقسم عليك، شوف اللفظ، اللهم إني أقسم عليك أن تمنح المسلمين أكتافهم وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فمنح الله المسلمين أكتاف هؤلاء المشركين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. والسؤال الذي يخطر على بال أحدكم الآن، لماذا طلب البراء الشهادة في سبيل الله مع أن وجوده كان هيكون نافع جدا للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى؟ تقع أمامهم أي موقع بفضل الله هو يقسم على الله فالموضوع انتهى. هو خاف من الحتة ديت، خاف لما لقى الناس شافوه لما أقسم على الله أبر الله قسمه، فقال طب أنا أخشى أن الناس تتعلق قلوبها بالبراء من دون رب البراء ويظن أن النصر إنما يأتي من عند البراء، فتمنى أن يموت لأنه خلاص اشتهر، فتمنى أن يموت. ولا ميتة أفضل من أنه يموت شهيد، لأنه سمع الحبيب المصطفى وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. وبعدين آخر حاجة ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. قال لك هو في موت أحسن من كده؟ أموت شهيد. وهكذا. يبقى إذن هل يجوز أن أنا أقسم؟ يجوز لو أحسنت الظن بالله. أما لو ظننت ان انت بعبادتك وبطاعتك لله تستحق طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى يبر قسمك لو اقسمت عليه، فهذا لا يجوز، لان هذا من باب العجب وهذا من محبطات الاعمال. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. عشان كده محتاجين التواضع والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. في امور في الدنيا تمشي عكس امور الاخره. الأصل في الدنيا أن هي الدنيا مزرعة للآخرة، وإن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما يذم المعاصي والذنوب والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى الذي يرتكبه بعض الناس في الدنيا. أما الدنيا فهي مزرعة للآخرة. في الدنيا هتصلي،
وفي الدنيا هتصوم، وفي الدنيا هتذكر ربنا، وفي الدنيا هتقرأ قرآن، وفي الدنيا هتتعلم، وفي الدنيا هتدعو إلى الله، وفي الدنيا هتبر والديك وتصل الأرحام وتكرم اليتامى وتحسن إلى الجار وتعمل خير كتير جدا هتغرس هنا عشان تلاقي هناك. يبقى إذن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هو المعاصي اللي احنا بنرتكبها في هذه الدنيا. في الدنيا حضرتك بتمشي مع عقارب الساعة، مع الدنيا ومع أمور الدنيا ومع شغل الدنيا أما في أمور الآخرة هتلاقي نفسك بتلف عكس عقارب الساعة. لما بتروح تطوف حوالين الكعبة، لو هتطوف حسب عقارب الساعة يبقى هتخلي الكعبة عن يمينك، يبقى مش ينفع طوافك. إنما بتطوف والكعبة عن يسارك عكس عقارب الساعة، وسبع لفات 7 مرات بتطوف فيها حوالين الكعبة، وكأنك بتطوف مع كل مرة وترتقي بقلبك إلى سماء من السماوات ال7، ومع الطوفة رقم 7 كأنك وصلت إلى السماء ال7 وارتقيت بقلبك وبأخلاقك وبمعاملاتك وبسلوكياتك وبأحوالك إلى السماء ال7. بترتقي بقى عن دنس الدنيا وعن شوائب الدنيا وعن أخلاق السيئة اللي موجودة في الدنيا وعن وبتتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبتتخلق من قبله بأخلاق الملك سبحانه وتعالى. يبقى إذن محتاجين ان احنا فعلا نرتقي بقى بأنفسنا، محتاجين ان احنا نشعر بجد بالتزام حقيقي. احنا مش عايزين نبقى مناظر ماشية في الأرض، احنا محتاجين النهاردة بالفعل في ظل الانتكاسة العجيبة اللي احنا عايشينها في هذه الأيام، في ظل ظاهرة الصد الشديد والناس اللي انصرفت عن الالتزام، والناس والبنات اللي خلعوا حجاب، والشباب اللي تركوا الصلاة، محتاجين كل دوت نلمه مرة تانية ونجيبه مرة تانية باللين وبالرحمة، وقبل ذلك لازم بالقدوة. أرجوكم مش عايزين نكون فتنة للناس، مش عايزين نكون فتنة للناس بأخلاقنا بمعاملاتنا بسلوكياتنا، عايزين نتعامل مع الناس بحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الإسلام ده أصلا مؤسس على دعوة أخلاقية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والحديث ده في ذاته هو قمة الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما جاش قال أنا بعثت بكل الأخلاق لوحدي، إنما بيقول كل الأنبياء اللي قبلي جم بأخلاق عظيمة جدا وأنا جاي عشان أكملها. الله، شوف لما أنت النهاردة بتروح مثلا لواحد فبتقول له فلان قال لي كذا، يقول لك هو فلان ده بيفهم حاجه، تعالى اسمع مني انا. او تروح لدكتور فبيقول لك انت الدكتور ايه اللي انت رحت له قبل كده، ده اوعى تروح له تاني لحسن ده كتب علاج غلط كلما دخلت امه لعنت اختها. لا، في الدين مش كده، في الدين مش كده خالص. في الدين محتاجين ان احنا نقدم صوره طيبه للناس، ونخلي الناس تستشعر بالامان، وان ما بقاش الدنيا كلها تنافس ما بيننا. لا، لأن في النهاية في يوم ربنا قال عنه يوم تبلى السرائر، كل اللي احنا مخبيينه هيظهر أمام الله سبحانه وتعالى. فشوف تحب تلقى الله بإيه سبحانه وتعالى. أسألك سؤال، لو طلعنا ما في قلبك ووضعناه على طبق، يسعدك إن الناس تشوفه؟ أكيد هتقولي لا طبعا. طب ليه لا طبعا؟ طب ليه ما نصلحش قلوبنا؟ طب ليه ما نصلحش نيتنا؟ ليه ما نجددش النية مع ربنا سبحانه وتعالى؟ حبيب قلبي واختي الفاضلة، احنا محدش عارف مين اللي هيموت قبل التاني، وموت الفجأة او الفجاءة علامة من علامات الساعة الصغرى اللي كنت جمعتها في حوالي 94 علامة، والعلامات الكبرى 10 علامات، كنت جمعت 120 علامة. لكن مع الاحاديث والتحقيق بتاعها وجدت ان بقية العلامات احاديثها ضعيفة، والاحاديث التي وردت او العلامات التي وردت فيها احاديث ما بين الصحيح والحسن هم 94 علامة صغرى كلها، والعلامات الكبرى علامات 10 كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم. فاحنا محتاجين النهارده نفهم ان موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. فجأة بسلم على حضرتك بعد دقيقتين بيقول لك فلان مات، ومات على ايه بقى ما تعرفش. هي دي مصيبة موت الفجأة او موت الفجاءة، ان الانسان لا يدري على اي شيء يموت. انما الانسان لما بيمرض وبيستشعر ان المرض ده مرض الموت والى غير ذلك، محدش عارف طبعا يموت امتى، بس يعني بيستشعر ان خلاص هو يعني قرب خلاص، فيبتدي يستعد ويجهز نفسه وده بقى هو ايه يعني في بعض التفسيرات وجاءكم النذير، النذير الاصلي فيه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض اهل العلم قال النذير هو المرض، وبعض اهل العلم قالوا النذير هو الشيب. الانسان لما شعره يشيب يبقى ده بدايه النذير، ان بدا العد التنازلي، جهز نفسك للقدوم على الله سبحانه وتعالى. محتاجين يكون عندنا أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد الحسن قال أنا زعيم، أنا ضامن
ببيت في أعلى الجنة. الأول شوف الحديث بيقول إيه؟ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بتجادل واحد لقيته عمال يكتر من الجدال، اترك الجدال وإن كنت أنت على حق، لأن الجدال ده يغري الصدور، والأصل في الإسلام تأليف القلوب. خد بالك. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ما يجوز إن أنا أكذب حتى لو كنت بضحك. وأنا مشفق على الناس اللي بتعمل شرايط نكت. تخيل حضرتك شريط كامل نكت كذب كلها، كل من يسمعه في ميزان سيئات اللي بيقول نكت. واخد بالك. وإن كنا احنا كأمة يعني إنها لقول فصل وما هو بالهزل، وهو فعلا احنا أمة جادة، لكن في نفس الوقت عندنا شيء من الترويح، ساعة وساعة. عندنا ترويح طبعا، لكن بما لا يتنافى مع الشرع. كان النبي يمزح طبعا، كان يمزح ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والرجل الأولاني يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. تكمل الحديث بقى بتاع أبي داود: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. ده البيت ده في أعلى درجات الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق، حسن خلق مع الله، بأن أنا أسمع أوامر ربنا كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فأصغ لها سمعك فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. خد بالك. إن أنا أستمع لأوامر الله ونفذ أوامر الله. فاتقوا الله ما استطعتم. ده بالنسبة لإيه؟ للنوافل والرواتب وغير ذلك. إنما في الفرائض لابد إن أنت تؤدي الفريضة. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مفيش حاجة في الكون ده كله أحب إلى الله من إنك أنت تتقرب إليه بالفريضة، الفريضة اللي افترضها عليك. لكن في حب تاني بقى، حب تاني زائد وعظيم جدا وثمرته عجيبة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت. خذ الخير كله بقى: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سلام، شيء عجيب جدا. قمة التوافق ما بين عبد وبين ربه سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول هذا حاجة يعني فعلا يعني الودود سبحانه وتعالى الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. يبقى أنت النهاردة في حب خاص جدا جدا اللي هو حب الإنسان اللي بيفعل النوافل. ليه؟ أصل الفريضة ممكن يؤديها أي إنسان في الدنيا، يقول لك يعني بخلص الفريضة اللي عليا ولازم يعني يقول لك أنا لسه الحمد لله مخلص، الحمد لله إن خلصناها. خد بالك. إنما النوافل لا يفعلها إلا محب. النوافل أنت مش مطالب بها، هي سنن مستحبة، إن فعلتها فلك أجر وإن لم تفعلها فليس عليك وزر. فلا يفعل النافلة إلا محب. أخبارك إيه مع الفريضة؟ أخبارك إيه مع الصلاة الخمس؟ والله الحمد لله، بس هو قطع ساعات. عمرك قطعت في الأكل؟ عمرك قطعت في اللبس؟ عمرك قطعت في الفسح الأسبوعية؟ عمرك قطعت في الحلويات اللي بتجيبها؟ عمرك قطعت في السهرات والقعدات والخروجات؟ اشمعنى بتقطع في الصلاة؟ اشمعنى حق ربنا فقط اللي بنقول مش قادر وبقطع فيه؟ لأن القلوب محتاجة أنها تتشبع أكتر بمحبة ربنا سبحانه وتعالى. محتاجة أن احنا نفهم عقيدتنا صح. العقيدة تظبط لك عمرك كله، تظبط لك عبادتك، تظبط لك أخلاقك، تظبط لك سلوكياتك، معاملاتك. صدقوني، ادرسوا عقيدة وافهموا عقيدة صح. لما تقرأ في العقيدة وتفهم يعني ايه توحيد الربوبية، يعني ايه توحيد الألوهية، ويعني ايه توحيد الأسماء والصفات، يعني ايه بتعبد ربنا باسمه السميع سبحانه وتعالى. لا يمكن هتقول كلمة تغضب ربنا اللي انت عارف ان هو السميع، سمعك وفي ملك بيكتب عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن مع كل هذا الأمر ليس يعني بالشدة اللي انت متخيلها. لا، شوف الله لطيف بعباده. قلت كلمة وأنت تعلم أن الله هو السميع، ومع ذلك الله يأمر ملك السيئات، يأمر ملك الحسنات الأول. أي كلمة فيها خير الراجل ده يقولها اكتبوها بسرعة. أي فعل فيه خير الراجل ده يعمله اكتبوه بسرعة. أما ملك السيئات فأي حاجة فيها شر ما تكتبهاش دلوقتي. طب يا رب اكتبها امتى؟ بعد 6 ساعات. يا شيخ محمود الكلام ده عليه دليل؟ أيوة عليه دليل. حديث رواه أحمد والترمذي
بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملك السيئات، في رواية إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن الذنب 6 ساعات، فإن تاب العبد لم تكتب سيئة، وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة. شوف قد إيه، شوف رحمة ربنا، شوف كمال رحمة ربنا، حاجة يا جماعة فوق الخيال والله العظيم. أعمل سيئة و6 ساعات الله عز وجل يأمر الملك يسيبني، لعله يتوب دلوقتي، يمكن يفتكر بعد ساعة، يمكن يهدى بعد ساعتين، يمكن لما يرجع البيت ويستريح شوية ويقوم يمكن ربنا يكرمه ويتوب، يمكن يستغفر شوية بعد شوية، يمكن لما يخش يصلي وبعد ما يصلي يقعد يستغفر. 6 ساعات، أكيد كنت في ال6 ساعات دوت ممكن يكون في صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا قيام ليل ولا صلاة فجر. معقولة ال6 ساعات دول ما كانش فيهم ذكر لله؟ معقول ما كانش فيهم استغفار؟ معقول ما كانش فيهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقولة بعد 6 ساعات خلاص هو لا يرجى ان هو يفتكر بقى، فتكتب سيئة. طيب اتجمعت سيئة واثنين وثلاثة وعشرة وألف ومئة ألف، ثم تاب، خلاص. إما إن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان العبد بيطلب المغفرة فربنا يستر عليه الذنوب ديت، فيوم القيامة يعاتبه ويحاسبه ومش هيعاقبه لأنه غفرها له، زي حديث النجوى الذي رواه البخاري، أن يدني المولى عز وجل عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيعدد عليه ذنوبه وآثامه حتى يظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى يقول وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الثاني بقى لو طلب العفو بقى اللي هو دعاء ليلة القدر، كما صح عند الترمذي بسند صحيح أنه من عائشة قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو ده المحو، يمحو الذنب من أصل الصحيفة، تتمسح، تيجي يوم القيامة الصحيفة بيضة ما فيهاش حاجة خالص، فتيجي يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. الله، شفت بقى الفهم من حتة العفو؟ عشان كده محتاجين ان احنا نطلب من ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ان ربنا يعفو عنا. بس انا لو انت عايز تعفو، لو انت عايز ربنا يعفو عنك، اعفو عن الناس. اغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ارحم الناس واعف عنهم، سامحهم، امسح ذنوبهم من أصل قلبك، من صحيفة قلبك، تمسح ذنوبك من أصل صحيفتك، والجزاء من جنس العمل. يبقى أنت لو عايز تخش على شهر رجب ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. خلاف بين أهل العلم، هل هو شهر الله المحرم اللي هو شهر محرم، ولا هو الأشهر الحرم اللي هم الأربعة اللي هم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب الفرد، رجب ده لوحده، ما هو من الأشهر الحرم شهر رجب اللي احنا فيه دلوقتي. فالغالب الراجح عندي ان هو يقصد الأشهر الحرم كلها الأربعة. فأحب الصيام إلى الله عز وجل في الأشهر الأربعة دولت بعد رمضان. الله، طب وشعبان؟ شعبان ده ليه مزية خاصة لأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، كما صح بذلك الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن عن أسامة بن زيد قال يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان أكثر من صيامك في شهر شعبان؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هو الصيام أهم ولا الصلاة؟ طبعا الصلاة، والدليل على هذا أن أنت يوم القيامة لو جيت والصلاة مظبوطة يغفر لك أي تقصير في الصيام وفي أي حاجة تانية، ولو الصلاة مش مظبوطة ومش مقبولة مش هتتسئل عن الصيام ولا الزكاة ولا الحج حتى لو كنت عملتهم. شوف تخيل حضرتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت، ركز معايا في اللفظ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. يا رسول الله لسه في حاجات تانية، ربنا هيجبر كسره، مفيش مشكلة، المهم الصلاة. شوف قد ايه. وإن فسدت فقد خاب وخسر. يا رسول الله ده حج 18 مرة، ما يلزمناش. الصلاة عماد الدين اللي ناس كتير النهاردة مقصرة فيها، يقول لك أصل أنا اتفتنت بسبب الأحداث الجارية فأنا مش هصلي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. حضرتك هتموت وحدك، تخش قبرك لوحدك، وتبعث لوحدك، تقف بين ايدين ربنا لوحدك، وتتحاسب لوحدك. مش هيقول لك انت ما بتصليش ليه، فهتقول له اصلا اتفتنت بسبب فلان. انت مالك بفلان؟ اخوك اللي قاعد قدامك اللي بيحبك واللي ممكن تكون بتحبني، لا قدر الله، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لو ان انا اتفتنت في يوم من الايام ولقيتني ما بقتش كويس، مالكش دعوه بيه. كمل طريقك لربنا سبحانه وتعالى وانتفع بكلامي وخش الجنة، حتى لو أنا عياذا بالله ما كنتش في الجنة. في أكتر من كده؟ الدين الناس ما هياش حجة، الرجال ليس حجة على الدين. خد بالك، نحن لا نعرف الحق بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. احنا ما بنقولش فلان ده، ما عندناش حاجة اسمها حجة الإسلام فلان، أو فلان ده بيمثل الإسلام. ما عندناش حد يمثل الإسلام في الكون ده كله إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما حدش معصوم في الدنيا دي كلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي أصلا أنا اتفتنت بسبب إن الداعية الفلاني عمل كذا وقال كذا ورجع قال كذا، وفلان حصل له كذا، وفلان اتصرف كذا، وفلان دخل نفسه مش عارف إيه. مالكش دعوة بحد يا حبيبي، الله يبارك في عمرك. أنت مالك بالناس؟ مالكش دعوة لا بدعاء ولا مشايخ ولا أي حاجة. احبهم واحترمهم وقدرهم وحطهم فوق راسك، واخد بالك؟ ولو حصل منهم حاجة خلاص، اللي يحصل منه حاجة زعلان منه متضايق منه حاسس انه عامل حاجة غلطة، شيله من دماغك. انت في طريقك لربنا، ربنا مش هيسألك انت اتفتنت عشان خاطر ايه، لا، لما ربنا هيسألك انت ما عبدتنيش ليه. ده السؤال اللي هيتسأل، ده السؤال اللي هتتسأله، انت ما عبدتنيش ليه، قصرت في عبادتي ليه. يؤتى يوم القيامة كما قال الإمام مجاهد، يؤتى بثلاثة يوم القيامة: رجل غني، ورجل مريض، وعبد مملوك. فيسأل الله عز وجل الرجل الغني: ما الذي شغلك عن عبادتي؟ واحد غني بس ما كانش بيعبد ربنا، ما سجدش لله سجدة. قال له: ايه اللي شغلك عن عبادتي؟ قال له: أكثرت لي من المال فطغيت وانشغلت عنك. فيأمر الله الملائكة بأن تأتيه بسليمان عليه السلام، ثم يقول لهذا الرجل الغني: أكنت أكثر مالا من سليمان؟ يقول: لا، لقد أوتي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. يا رب، أنت سخرت له الإنس والجن والطير والوحش وبساط الريح وحاجة، يعني الدنيا كلها كانت شغالة تحت، ده الجن والإنس والطير والوحش كل حاجة كانت شغالة ليه، ملك لا ينبغي لأحد من بعده. قال: أما إنه لم يشغله ذلك عن عبادتي فكان نعم العبد. ثم يؤتى بالرجل المريض: ما الذي شغلك عن عبادتي؟ قال: مرضت يا رب فشغلت بمرضي عن عبادتك. فيأمر الله عز وجل الملائكة فتأتيه بأيوب عليه السلام، ثم يقول جل وعلا للرجل المريض: أكنت في مرض أشد مما كان فيها أيوب؟ فيقول: لا يا رب، ده كان سيدنا أيوب جثة هامدة على الأرض لا يستطيع حتى أن يحرك أصبعا، حتى أنه لما جاءه البلاء قال: يا رب، اللهم إن كنت ستدخل البلاء في جسدي فأبقى علي قلبي ولساني، قلبي أشكرك به ولساني أذكرك به. فلم يبق الله عز وجل على أيوب إلا قلبه ولسانه، وظل هكذا 18 سنة. وقالت له زوجته: ألا تدعو الله وأنت نبي كريم أن يعافيك الله من المرض؟ قال: عشت في الرخاء والعافية 70 سنة، وعشت في البلاء 18 سنة، فإذا استوت سنوات العافية مع سنوات البلاء سألت رب الشفاء. ذاك لما طلب الشفاء بسبب ان 2 من قرايبه قالوا: والله لقد أذنب أيوب ذنبا لم يغفره الله له فابتلاه هذا البلاء، فصعب عليه، هو ما عملش حاجة أصلا، إنما كان ابتلاء واختبار من ربنا سبحانه وتعالى. ففي اللحظة ديت على استحياء قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هو ما دعاش، ده مش دعاء أصلا،
زي ما اقول يا رب يا رب انا تعبان يا رب وانت ارحم الراحمين. انا قلت هنا اشفيني، ما قالش اشفيني. ومع ذلك اعتبر دعاء. ليه؟ لما سألوا، قلت لكم قبل كده، لما سألوا سفيان بن عيينة قالوا له ازاي ان دعاء سيدنا يونس اعتبر دعاء مع انه بيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هو ده دعاء؟ ده مش دعاء، ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده اعتراف لله عز وجل بالالوهيه والربوبيه، واعتراف يعني سبحان الله، واعتراف بذنوبه من سيدنا يونس عليه السلام اني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي بان انا فعلت شيئا لم استاذنك فيه حينما خرج من القريه بلا استئذان من الله سبحانه وتعالى. فده مش دعاء. فقال لهم سفيان بن عيينة، شوف اهل العلم بقى، قال لهم كان في واحد اسمه أمية بن أبي الصلت، ده رجل شاعر وكان فقير، وكان رايح لواحد كريم جدا اسمه عبد الله بن جدعان. أمية بن أبي الصلت كان حيي، يعني كان محتاج فلوس وحيي مش قادر يطلب، فراح لعبد الله بن جدعان فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بيقول له أقول لك أنا محتاج إيه ولا أنت هتفهمها من غير ما أقول ولا أهريك ماء وجهي؟ فإذا بعبد الله بن جدعان يفهمه وراح مطلع له فلوس، زي ما بيجي واحد فقير بيروح لواحد غني ومحتاج فلوس بس مكسوف يقول له أنا عايز، فبيقول له ربنا يكرمك، ربنا يخليهم لك، أنتوا ناس أفاضل، ناس محترمين، ربنا يبارك لك في أولادك، ربنا يزيدك من فضله. الذكي يفهم ان الراجل ده محتاج، فراح مطلع قرشين من جيبه واداهم له. فقال سفيان بن عيينة فهذا رجل عبد من العباد رضي بالثناء بدل الدعاء، فكيف برب الأرض والسماء؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الدعاء إلى الله عز وجل أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، اللي هو الدعاء بقى، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فين الدعاء؟ مفيش دعاء. يبقى دعاء يوم عرفة أهو. طب بلاش ده كله، دعاء تفريج الكرب، ركز معايا كده، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فين الدعاء؟ مفيش دعاء. ثناء على الله، فرضي الله عز وجل بالثناء فجعله دعاء، فمن شغله الثناء على الله عن الدعاء جزاه الله كما يفعل من يدعو. ومع ذلك فالدعاء أفضل، ولكن الأفضل من الاثنين أن تجمع بين الثناء والدعاء. واضح المعنى؟ عشان كده إن لما النبي شاف واحد صلى الله عليه وسلم، شاف واحد بيدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على رسوله، قال عجل هذا، إذا صلى أحدكم وأراد أن يدعو فليمجد الله، في رواية فليثني على الله، ثم ليصلي على رسول الله، ثم ليدعو بما شاء، فإن دعا استجيب له. يبقى هي شوف المسألة عامله ازاي، تثني على الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنك أنت الله الحي القيوم. تثني على الله ثم تصلي على رسول الله ثم تدعو ثم تختم الدعاء بصلاة على رسول الله، ولن يضيع الله عز وجل دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا عشان كده محتاجين ان احنا فعلا نقدم صورة وقدوة للناس بأخلاقنا بمعاملاتنا بسلوكياتنا. التشويه الذي بيشوه به الآن الناس الملتزمة، الناس أهل العلم، محتاجين كل ده. ان احنا مش محتاجين ندافع عن نفسنا، انت ما تدافعش عن نفسك، ان الله يدافع عن الذين آمنوا. انت تقدم ما يكذب كل ما يقال بأخلاقك بمعاملاتك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بالدفاع عن نفسه، كانوا يقولون شاعر وساحر ومجنون عمر النبي ما طلع قال يا جماعة عايزكم تقرأوا سيرة الرسول كاملة، اقروا وفهموا حياة النبي كانت ماشية ازاي. عمر ما النبي قال لا يا جماعة انتوا بتقولوا انا ساحر، طب والله العظيم انا مش ساحر، والله انا مش مجنون، والله انا مش شاعر، والله انا مش كذاب. عمره ما انشغل بكده ابدا، انشغل بتاع الله هو الذي يدافع عنه، حتى ان لما بلغ الاذى مداه
في يوم الطائف وانضرب النبي وسالت الدماء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف يدعو الدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان مين؟ هوان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. في الدعاء ده قال إيه؟ قال الجملة اللي لازم تفهم معناها كويس: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. والله يا رب أنا ما يهمنيش اللي بيتعمل معايا، أنا مش فارقة معايا. أنا مش فارقة معايا إن أنا أنضرب أو أقتل أو يتعمل فيا أي حاجة. المهم بس طمني إن أنت ما تكونش غضبان عليا، إن أنت راضي عني. ما دمت راضي عني كل شيء في الدنيا يهون. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ما يهمكش رأي الناس فيك إيه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله لو قالوا لك أنت إنسان فاضل وأنت إنسان محترم وأنت أحسن واحد في الدنيا، ممكن أنت بينك وبين نفسك تبقى عارف أن أنت مش أحسن إنسان في الدنيا، أو على الأقل أن أنت مش زي ما بيقولوا. الإمام أبو حنيفة في يوم من الأيام كان ماشي، فسمع واحدة بتقول للتانية: هذا الذي يقوم الليل كله. هذا الذي يقوم إيه؟ الليل كله. فأول ما سمع الكلمة دي قال: سبحان الله، أنا لا أقوم الليل كله، لكن ما دام هذا ظنهم بي مش قد إيه، فلا بد أن أقوم الليل كله حتى لا يقولوا شيئا فيه أنا لا أفعله، يعني حتى لا أحمد بما لم أفعل. شوف التفكير عامل إزاي. شوف بيوت المسلمين لما كانت عمرانة خير. الحسن بن صالح ده رجل من التابعين، فكان هو عايش مع أخوه علي بن صالح ومع أمه، فكانوا بيقسموا الليل 3 أقسام. أمه تقوم التلت الأولاني وبعدين توقظ علي، يقوم علي التلت الثاني وعلي يوقظ الحسن، فيقوم الحسن التلت الثالث ثم يوقظ عليا وأمه ويصلوا الفجر ويقعدوا لحد الشروق وبعدين يناموا. فلما ماتت أمه قسم الحسن وعلي الليل نصين، فلما مات علي قام الحسن الليل كله. أنا عايز البيت، أنا مش هقول لك تقوم الليل كله، أنا عايزك تكتر من الصيام في شهر رجب وشعبان. شهر شعبان بيرفع فيه العمل إلى الله. تعرفين الرفع بيبقى أسبوعي ويومي وأسبوعي وسنوي. يومي: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجوا في صلاة العصر وصلاة الفجر. وردية بتسلم وردية: كيف تركتم عبادي تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. رفع الأعمال. ورفع الثاني في يوم الاثنين والخميس، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلحا. والرفع السنوي في شهر شعبان، كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعون. والحديث اللي رواه أحمد بإسناد الحسن عن أسامة بن زيد لما النبي قال لأسامة بن زيد: فأحب أن يرفع ذاك شهر يرفع فيه العمل إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. كتر من الصيام، كتر من الدعاء، وذل نفسك وانكسر بين يدي الله. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. لذلك في أمور الدنيا، لو أنا مثلا عايز أوصل للسقف بتاع بيتي، بطلع على سلم ولا بنزل سرداب؟ بطلع على سلم. لو عايز أطلع للسقف لفوق ده بطلع على سلم. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما تعوز تقرب من ربنا بقى، يعني أي أمر من أمور الدنيا عايز تطلع لحاجة عالية لازم تطلع على سلم. إنما مع الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما تعوز توصل لربنا وتقرب لربنا انزل تحت. تخيل حضرتك بقى، طبعا، واسجد واقترب. السجود فين؟ تحت. الأنف ده أعز ما فيك، والجبهة أشمخ ما فيك، ومواضع السجود تنزل في التراب عشان تقرب من ربنا. واسجد واقترب. الله. وفي الحديث اللي رواه مسلم لما النبي سأل ربيعة: سل شيئا يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. راجل محدد هدفه، مش بيتلون، مش شوية كده وشوية كده، مش مع الدنيا ماشية ازاي، ماشية مع الناس الملتزمين خلينا مع الملتزمين، ماشية مع اللي ضايعين خالص نخلينا مع اللي مش عارف ايه، ماشية مع كذا. لا، خلي عندك أخلاق، خلي عندك أسس ومبادئ. احترم نفسك بنفسك، حتى لو احترمتك الدنيا كلها وانت جوه نفسك عارف ان انت
ما انتش على المستوى، لا تبقى خسران. ولو الدنيا كلها قالت فيك أسوأ ما في أسوأ شيء في الكون ده كله، ما ينفعش ان انت يعني تستمع لكلام حد، ما دمت عارف ان انت انسان محترم. اهم حاجة ان انت تكون بتحترم نفسك بينك وبين نفسك، عندك مبادئ، عندك اخلاق، عندك اسس ما بتتلونش ما بتتغيرش. احمد الله سبحانه وتعالى، الواحد ربع قرن من الزمان في الدعوة، لعمر الواحد اتلون، ولا عمر الواحد دخل كده ولا دخل كده، ولا النهاردة بوجه وبكرة بوجه. اللهم لك الحمد، ربنا يثبتنا الواحد في طريقه لربنا، ربنا بس يتقبل مننا ويقبلنا يا رب العالمين. انت النهارده محتاج ان انت تراجع نفسك في كل شؤون حياتك، في اخلاقك، في معاملاتك، في سلوكياتك، في ان انت تقدم للناس قدوة عشان ما تتفتنش بسببك، في ان حتى لو الناس سبت ولا شتمت ولا ما كانش ينبغي ان احنا نرد عليهم، ما كانش ينبغي ان احنا نبادل الشتيمة بشتيمة، ما كانش ينبغي ان احنا نعطي الدنية في ديننا. خليك ثابت على عقيدتك وعلى ايمانك وعلى عبادتك، ولو تزلزلت الدنيا كلها حواليك اثبت على دينك واشمخ وافتخر ان انت رجل مسلم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. محتاجين يكون عندنا اخلاقيات. فين الصدق؟ فين الوفاء؟ فين الاخلاص؟ فين المعاملات؟ فين؟ سبحان الله. انا يعني عايز قبل ما نخش على شهر رجب، قبل ما يخلص شهر رجب وشعبان ورمضان، عايزين نتصالح مع كل من حولنا. انسوا الخصومات، وخصوصا عياذا بالله يعني بحزن لما يكون في خصومه ما بين ابنه وما بين امه وابوه، اللي هم اغلى حاجه عندك في الدنيا بعد النبي والصحابه. الام والاب اولى الناس بك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عايز تكون عندنا وفاء للناس. الناس بتنبهر لما تشوف إنسان وفي، الناس بتنبهر لما بتشوف إنسان عنده إخلاص في معاملته مع الناس. هذكر لكم قصة صغيرة خالص كنت بكتبها من كام يوم كده في الجزء الرابع من كتاب حكايات عم محمود. كان في شاب، مش شاب، هو كان طفل صغير اسمه محمد، اسمه محمد عمار، اسمه كده في القصة. محمد عمار كان عايش في وسط أب وأم فقراء جدا مش لاقيين ياكلوا، ظروفهم صعبة جدا. فالولد كان عنده إحساس عالي قوي وكان عنده حب ووفاء لأمه وأبوه. اسمعوا القصة دي بقلوبكم بجد. فجه بقى وهو في ابتدائي بقى يخرج من المدرسة ويروح يعدي على البيوت ويشوف كل شقة محتاجين ايه يشتروه لهم، وينزل يشتري لهم اغراضهم كلها لشقة شقة من البيوت اللي حواليه، وياخد نسبة بسيطة جدا. من خلال النسبة دي يدفع فلوس المدرسة ويدفع فلوس الكتب ويدفع اللبس بتاعه، ولو تبقى شيء كان بيشارك في مصروف البيت، لان والده كان فقير جدا وابوه كان بيحترمه جدا لهذا الذي يفعله. فضل على كده فترة كبيرة. في يوم من الايام طلب من امه ان هو يفطر قبل ما يروح المدرسة. قالت له معلش يا حبيبي ما فيش في البيت والله ولا لقمة. راح الولد من بالليل ما كلش لحد الصبحية وراح المدرسة، حضر اليوم كله ما كلش لقمة ويستحي انه يطلب من زميل من زمايله. رجع فكر ان ممكن يكون في اكل في البيت بقى، رجع البيت ما لقاش في حتى غدا. خرج وهو يعني بيحتسب عند ربنا الخطوات ديت وراح عشان يشتغل ويبدا بقى اللفه اليوميه اللي بيلفها. فخلاص بيقول وصلت لمرحله ان انا كدت ان انا اموت بالفعل من الجوع وكنت هسقط على الارض. فاول ما خبط على اول شقه فكر قال ايه، ممكن اطلب منهم يدوني سندوتش او اي حاجه اكلها. وبعدين قال لا عيب ما يصحش. فخبط لقيت له واحده في سن والدته، قال لها السلام عليكم، طلبات حضرتك النهارده جايبها لك ايه؟ قالت له انا عايزه كذا وكذا وكذا. قال لها طب ممكن بس قبل ما اروح كوبايه ميه بعد اذنك. بصت الام ديت في وجه الطفل الصغير ده فحست ان هو جعان باحساس الام. فقالت له طب يا محمد استنى لحظه واحده. دخلت جوه سخنت له شب لبن، مجه كده مليان لبن، وجابت له سندوتشين. قالت له خش يا محمد اقعد مع ابني في الريسبشن، كل واشرب اللبن وروح هات لنا الحاجه. فبكى ودموعه نزلت على خده. قالت له بتبكي ليه؟ قال لها انا اسف جدا، انا مكسوف من حضرتك وربنا يجازيك عني كل خير. فاكل وشرب ومشي وراح قضى حياته. مرت الايام بمحمد دوت واجتهد جدا في دراسته وما شاء الله وربنا اكرمه وفضل يساعد امه وابوه لحد ما بقى دكتور، بقى جراح، وخد منحه من الدوله
وسافر بره واتعلم وخد ماجستير ودكتوراه وبقى جراح كبير. وفي يوم من الايام قالوا له بكره عندنا عمليه قلب مفتوح فلازم تيجي بدري. راح تاني يوم بدري عشان يعمل عمليه قلب مفتوح. دخل غرفه العمليات قالوا له المريضه بنجناها خلاص وكده. فدخل فلقاها هي الست اللي قدمت له كوبايه اللبن من 20 سنه. فدموعه نزلت على خده وكانه بيعمل العمليه ديت لامه اللي ولدته. فدخل عمل العمليه كانه بيعملها لامه بالظبط، بيتمنى حياتها. خلص العمليه وراح لمدير المستشفى قال له الفاتوره بتاعت العمليه دي لو سمحت تجيبها لي انا، لان انا الست ديت قريبه لي. فقال له ما دام قريبه ليك يا دكتور خلاص، تكاليف المستشفى مش عايزينها وانت تكاليفك انت خلاص مش محتاجها. قال له جزاك الله خيرا. تاني يوم خد الفاتوره كان مكتوب عليها مثلا مبلغ 40,000 50,000 والله اعلم، وراح كاتب تحتيها تم دفع تم دفع تكاليف العمليه كلها مقدما بكوب لبن من 20 سنه كان سببا في انقاذ حياتي. وبعت لها الفاتوره في الغرفه بتاعتها. فقرت الفاتوره وقرت الكلمتين دولت وما فهمتش. بعد ما قرأتها دخل عليها وقال لها السلام عليكم يا امي. قالت له عليكم السلام. قال لها فاكراني؟ قالت له مش واخده بالي. قال لها انا محمد عمار اللي قدمت لي كوبايه لبن وسندوتشين انقذت بيهم حياتي من 20 سنه، وده النهارده ثمن الفاتوره بقدمها لحضرتك علشان اوفي الجميل اللي كان في عنقي من 20 سنه. يا ريت يكون عندنا معنى من معاني الوفاء ديت. حقيقة في كلام كتير جدا محتاج اقوله لكن وقت خلص، ونكمل مع بعض الحلقه القادمه في خواطر. نفسي اقول لكم حاجات كتيره جدا جدا، ونفسي اكلمكم في حاجات كتيره قوي في اخلاقياتنا محتاجين نتكلم فيها، في معاملاتنا، في سلوكياتنا، في عباداتنا. يا ريت نكتر من الصيام، يا ريت ركعتين قيام ليل، يا ريت كل يوم جزء قرآن، يا ريت ندعي لمصر وندعي لسوريا وندعي لكل مسلم على وجه الأرض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا رب العالمين نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، ألب بين قلوب المصريين. اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، واستر أعراض المسلمين. واجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.